مكان كلنا بنعدي عليه بس عمرنا ما جربنا ندخله او نعرف هو ايه. مكان ده شايل تفاصيل وجمال مفيش زيها. المرة دي حدوتتنا عن محمد بيك ابو الدهب. كان مملوك جركسي. في يوم من الايام اشتراه علي بيك الكبير والي مصر، رباه وقربوا منه اكتر واكتر وجوزوا بنته، ولاه الحملات العسكرية ونجح فيها. وبعد كده قام علي بيك الكبير بتوليته منصب الخزندار اللي هو وزير المالية حاليا. من فرحته ومن شدة فرحه اتسمى بابو الدهب. ليه؟ لانه كان ماشي يرش دهب ودنانير على الناس. طبعا عشان الخيانة في دم المماليك كان سبب في قتل علي بيك الكبير. تمرد على قراراته وتأكد علي بيك الكبير من خيانته بعد رفضه من العودة لفلسطين. محمد أبو الدهب أنشأ الجامع ده علشان يكون مساعدة للأزهر على استيعاب أعداد الطلبة الكتير، لأن هما كانوا جايين من جميع أنحاء العالم الإسلامي والعربي، وده سبب موقعه إن هو بالظبط جنب الأزهر. يعني هتنزل من مترو العتبة تركب عربية للأزهر هتبقى قصاده. بدأ في 1187 وخلصوا 1188. هو ما خدش منه وقت بس طلع ملوش مثيل، وعمل فيه مكتبة بتضم حوالي 650 كتاب، غير طبعا 1292 مجلد في التاريخ بس. هو أشبه بالمجموعة المعمارية لأن هو كان فيه سبيل ومكتبة وتكية. التكية دي اللي هي متحف نجيب محفوظ حاليا، ده من أكتر التحف المعمارية النادرة، واخد طراز جامع سنان باشا، وهو من الطرز الوافدة من الدولة العثمانية. زخارف القبة لوحدها تخليك تسرح فيها من جمالها. بجد لو مزرتش الجامع ده فانت فايتك كتير. كانت معكم منى حسني في حدوتتنا.